هل شعرت يوما أن الصلاة أصبحت ثقيلة؟ تؤديها فقط لأنك مضطر؟ كثيرون يعيشون هذا الشعور، يعبدون الله لكن لا يجدون لذة في العبادة، بينما الحقيقة أن العبادة راحة وسكينة وليست عبئا، فقط نحتاج أن نفهمها بطريقة مختلفة. ابدأ بالنية، صلي لأنك تريد القرب من الله لا لأنك مضطر، وجرب عبادات السر كركعتين في جوف الليل أو صدقة لا يراك بها أحد، ثم تأمل المعنى حين تقول إياك نعبد وإياك نستعين. استشعرها بقلبك، لا تستعجل التغيير، خطوة صغيرة كل يوم تكفي، وأكثر من الذكر فذكر الله يملأ القلب سكينة، وتذكر دائما الجزاء واللقاء، كل سجدة اليوم كنز لغدك، وابحث عن الصحبة الصالحة فهي تعينك على الطاعة، واعبد الله حبا فيه لا خوفا فقط من العقاب. حينها ستكتشف أن العبادة ليست واجبا بل نعمة وراحة، ومن ذاق لذة القرب من الله لا يتركها أبدا.